ايه ده يا فنان ده؟ ايه ده يا معلم ده؟ اديها واحد اخضر عشان بابا جونز. كنت قاعد جعان مش عارف اكل ايه، فظهر لي اعلان كده من بابا جونز ان هم عاملين مهرجان اسمه مهرجان الرانش والتشيز. عاملين جبن جديده بالتشيز عندهم وجبن جديده بالرانش، وعاملين حاجه صغننه كده يعني. بيحاولوا يحاربوا الغلاء اللي احنا فيه اليومين دول ب 55 جنيه، زي بيتزا رولز كده ب 55 جنيه. فكلمتهم عشان اطلب الحاجات دي، لقيت ان معظم الحاجات اللي عاملينها ناحيه الرانش. كل المحلات تقريبا بيبقى عندها ايتم كده معين هو اكتر حاجه مشهوره عنده. بصراحه يبقى محل ذكي جدا لو عرف يركز على الحته دي. يعني انا في رايي ان بابا جونز لو باع تشيكن رانش بس هيكسب. من اميز البيتزات اللي موجوده سواء عنده او في عالم البيتزا اللي في مصر عامه. المهم يعني ان هو اخيرا طلع ذكي واتك على النقطه دي وبدا يعمل بيتزات تانية بصوص الرانش. انا ما لقيتش في البيتزات دي حاجه مميزه غير الشريمب رانش. في 5 بيتزات تانية هقول لكم عليها يعني في نهايه الفيديو. وطالما هطلب بابا جونز لازم اطلب واحده تشيكن رانش. عاملين عرض هما الاثنين ب 225، و3 ميديم ب 300، و3 لارج ب 400. بس للاسف ما لقيتش الشريمب رانش عندهم في العرض ده. يعني هي ساريه على كل حاجه ما عدا الستافد كراست والسي فود. عاوز ابدا بس بالبيتزا الصغننه دي. بصوا حجمها عامل ازاي. اوكي، دي اسمها بيتزا رولز او تشيز رولز. هي دي مهرجان الجبنه اللي هم عاملينه. يعني انا سالته قلت له ما فيش بيتزات تانية جبنه عندكم؟ قال لي لا، يعني هو مهرجان الجبنه عباره عن الرولز دي. 8 رولز وجاي معاها صوص فري. الصوص ده يا اما جارليك يا اما باربيكيو يا اما رانش. انا جبته جارليك. اوكي، دي كلها ب 55 جنيه. دي تشيز رولز وفي تشيكن رولز. ده حلوه بصراحه وطازه وسخنه. اوكي، بصوا الجبنه عامله ازاي. ده المفروض ان هي ميكس جبن جوده وفلامنك موتزاريلا. ميكس الجبن جامد بصراحه. خلينا نحطه كده في الصوص الجارليك ده. جامد قوي الصوص ده. بس ان هي توميه وايه ومكيسينها كده مع جبنه جامده قوي. جامده قوي كمان على حجمها. لو هتطلب بابا جونز هاتها معاها، لكن دي لوحدها مش هتشبعك. احلى حاجه في بابا جونز ان انت طلبته دلوقتي زي من شهر زي من سنه، نفس الحجم بنفس البيتزايه بنفس المكونات بنفس الطعم. كواليتي كنترول عندهم عالي قوي. تبقى العجينه الرفيعه دي مش العجينه التخينه. زي ما قلت لكم بابا جونز لو باع تشيكن رانش بس هيكسب. خلينا نشوف بقى البيتزا الجديده بتاعتهم شريمب رانش. تحسها ايه؟ تحسها كوبي بيست للتشيكن رانش بنفس التكوين بالظبط، بس شايلين الفراخ حاطين جمبري. شوف ده الحجم الميديوم. لو ركزت هتلاقي ان كل قطعه بيتزا عليها واحده الجمبريه. يعني في قطع عليها 2. حجم الجمبري متوسط، يعني مش صغير قوي مش كبير قوي. بتاع غرقانه رانش. غير كده كمان بيجي معاها صوص رانش. التشيكن اجمد منها، تشيكن رانش اجمد منها. بس هنا السهل الممتنع. الجمبري مش زافر، طعمه حلو، مش داخل في البيتزا كده تحس ان هو مكون غريب عليها، ما بتشمش اي ريحه زفاره. لا البتاع بصراحه معموله حلو. انتوا رايكم ايه في موضوع الرانش ده؟ يعني هو الراجل جاب البيتزات اللي عنده حط عليها صوص رانش وسماها بيتزات جديده وقال لك دي حاجه جديده. ودي حاجه مطاعم كتير بتعملها اليومين دول، ان هي تنزل لك ايتمز جديده بحيث ان انت ايه يلا نروح نجربها. تمام. الشريمب رانش تمام. في تونه رانش، خضار رانش، شيكن بوبرز سبايسي، وفي بيتزا 5 انا مش فاكر. تطلبوا بابا جونز اطلبوا العرض بتاع ال 225 بيتزايتين، او ان الثلاثه ب 300 الميديوم. بس مش هتجيب فيها جمبري. هات تشيكن رانش، تشيكن رانش، سوبر بابا. الثلاثه بصراحه جامدين. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب. وما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البروم كود دي هتاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم. سلام.